تعال بقى ما اقول لك ازاي عملت فنجان قهوه وشه حلو وقوامه حلو وفي نفس الوقت نسبه الكافيين فيه عاليه جدا، ويساعدك بقى لو انت بتروح الجيم او انت راجل مثلا لسه متجوز جديد ولا حاجه وعايز حاجه تديك باور وطاقه. خدت اول حاجه من الطبق بتاعي الجميل، وبعدين قمت رايح واخد 200 جرام من البن الهندي روبستا، منهم هيظبطوا القوام ومنهم هيقللوا كوست التكلفه. خدت 100 جرام من البن الاندونيسي بتاعنا هيدونا الطعم المصري الجميل بتاعنا، عشان القهوه برضك ما تبقاش كلاسيكيه قوي والناس تتكرف منها وتتضايق منها. رحنا خدنا بقى 50 جرام من البن الفيتنامي نظبط بهم الوش اكتر، وبعدين هنروح للطعم بقى، هناخد الطعم البرازيلي والكريمه، هناخد 100 جرام من البن البرازيلي، هناخد الكافيين من اخوك الكولومبي. وتعالى بقى نروح نحوج التوليفه دي. خدنا 100 جرام من البن الكولومبي الوسط عشان ريحه الفاكهه كده تبدا تظهر فيه وطعم الشوكولاته يبان. خدنا 100 جرام من بذور الحبان عشان ما نزودش المراره، وبعدين خدنا 10 جرام كمان من حبان الحصى، عود من القرنفل عشان لو انت اسنانك بتوجعك ولا حاجه، وحاجه برضو تديك الدنيا تظبط لك الدنيا، واحده من حبات جوز الطيب، وعودين من الجينسنج عشان يدوك الطاقه والباور ويظبطوا معاك الكلام كده. نسبه الكافيين عاليه، الطاقه حلوه، كل حاجه في التوليفه حلوه، والشيء حلو وقوامها حلو. تنفع برضك لاي حد مثلا بيذاكر، تنفع للناس اللي في ثانويه عامه، تنفع للمذاكره، وتنفع لكل حاجه. نزل الكلام ده في مطحنتك واقفل مكانك يا زميلي عشان الريحه هتهب في المكان كله. وما تنساش انا على فوده بقدم محتوى عن القهوه، فلو انت بتحب القهوه تابعني.